ليه ما ينفعش تحلل كل نسبة لوحدها؟ انت فاكر انك لما تلاقي نسبة السيولة عند الشركة 3 يعني كده الدنيا فل؟ طب لو قلت لك ان النسبة ديت ممكن تبقى سبب فشل الشركة، والله، تعال احكي لك. كان في صاحب سوبر ماركت، الراجل ده كان فرحان جدا علشان شاف في المركز المالي بتاعه ان نسبة السيولة 3.5، يعني عنده اصول متداولة اكتر من الالتزامات المتداولة بفرق محترم. قال لك انا كده جامد. بس لما دخلت معاه في التفاصيل لقيت ان نص الاصول المتداولة ديت بضاعة واقفة بقالها 6 شهور، ومبيعات الشهر ده اقل من الايجار. يعني النسبه شكلها حلو، بس الحقيقه هو معاه حاجات مش عارف يبيعها والكاش عنده محبوس. وعلشان انت تكون فاهم، النسب الماليه شبه شبكه الكهرباء في بيتك، كل فيشه وراها سلك، وكل سلك واصل بحاجه، واي عطل بسيط ممكن يعتم الدنيا كلها. فالسيوله لازم تتقارن بالربحيه، والربحيه لازم تتقارن بالكفاءه، والرفعه الماليه ممكن انا اسف ترفعك او تنزلك. يعني لو لقيت شركه عندها ار او اي عالي ما تفرحش على طول، لازم تسال هو جاي من ارباح حقيقيه ولا من ديون كتير. طيب الارباح ديت جايه من هامش عالي ولا دوران سريع؟ وكل ده مش بيبان الا لما تبص للنسب كلها كمنظومه واحده. خليني اشرح لك بالامثله علشان تفهم كل نسبه بتقول ايه وليه لازم تربطهم ببعض. اولا علاقه السيوله بالربحيه. واحد صاحبي عنده شركه توزيع قطع غيار عربيات، دخلت اعمل ليه تحليل مالي لقيت نسبه السيوله عنده ممتازه، يعني الاصول المتداوله مغطيه الالتزامات قصيره الاجل بزياده. قلت تمام، الراجل مطمن. بس اول ما فتحت قائمه الدخل اتصدمت، صافي الربح بالماينس، بالسالب، علشان هو بيبيع بسعر قليل جدا علشان ينافس، وفي الاخر مش بيكسب حاجه. يعني السيوله شكلها حلو بس الربحيه وحشه، وده معناه ان الكاش اللي معاه هيقل تدريجيا وهيتحول لعجز. تاني علاقه، الربحيه بالكفاءه. دوران الاصول. في شركتين بيبيعوا نفس المنتج، شركه A هامش ربحها قليل جدا 5%، وشركه B الهامش بتاعها 20%. اوعى تكون قلت ان B احسن. بلاش تسرع، ما تحكمش من خلال نسبه واحده. شركه A بتبيع بكميات ضخمه جدا، يعني معدل دوران الاصول عندها 4 مرات في السنه، يعني بتلف البضاعه بسرعه وبتحرك الفلوس كتير. لكن بي بالرغم ان هامش الربح بتاعها كبير لكن بتبيع ببطء جدا، ودوران اصولها مره واحده بس في السنه، والنتيجه طبعا زي ما كلنا عارفين، شركه A كسبانه اكتر، وده علشان الكفاءه عوضت الربحيه. العلاقه الثالثه، الرفعه الماليه والربحيه والار او اي. هنا بقى نخش على الثلاثه الكبار. تعال احكي لك عن شركه استثمار عقاري، الار او اي عندها 35%، ارقام هايله. بس تعال نشوف جت منين. اول حاجه شفتها الار او اي اللي هو العائد على الاصول بيساوي 5% بس، يعني العائد الطبيعي ضعيف. الله، طب الار او اي عالي ليه؟ علشان الشركه موله نفسها ب 80% ديون و20% بس حقوق ملكيه. بالعربي كده، الشركه اخذت فلوس كتير من البنوك وعملت بيها ارباح قليله، بس النسبه على حقوق الملكيه بقت كبيره لان اصحاب الشركه حطوا فلوس قليله من جيبهم. طبعا ده خطر جدا، لو السوق وقع او الفوائد ديت زادت الشركه ممكن تغرق في ثانيه. الخلاصه، النسب مش بتقولك الاجابه، هي بتسالك الاسئله الصح. فلما تشوف الار او اي عالي ما تفرحش، لازم تسال الارباح ديت جايه منين؟ هامش عالي ولا مبيعات كتير؟ طيب التمويل جاي من ارباح تشغيل ولا ديون مخفيه؟ وكمان السيوله كافيه تكمل السنه ولا الكاش محبوس في البضاعه؟ فلو ما فهمتش القصه اللي ورا الارقام النسب ممكن تضحك عليك. فتخيل معايا شركه بتشتري بالدين وبتخزن البضاعه وما بتعرفش تبيعها، فبالتالي ما بتكسبش، بس عندها السيوله. ده منظر شركه داخله على ازمه. التحليل المالي مش انك تحفظ كام معادله وتطلع ارقام او نسب، التحليل الصح انك تعرف تربط النسب ديت ببعض وتفهم القصه اللي وراهم. في الفيديو اللي جاي هنتكلم عن الار او اي، النسبه اللي كل الناس بتحبها بس محدش بيفهمها كويس. استناني وهقول لك سرها.